77 تعرفنا بتاريخ كبير، أطفال وميات عدينا من جيل لجيل. من 77 تعرفنا بتاريخ كبير، أطفال وميات عدينا من جيل لجيل. نلغى طريقة خديناها معانا سعد زد عملاها، نلغى طريقة خديناها معانا سعد زد عملاها. والعيلة شجرة حفظناها، ثمرتها تكبر وتزيد، ثمرتها تكبر وتزيد. يا المدينة فيك الخير، يا المدينة عليك الغير، يا المدينة فيك الخير، يا المدينة عليك الغير. جيتنا لمتنا والناس عرفتنا، نشطنا وهمتنا. طفولة فرحناها، شبيبة أسعدناها، والجهة حيرناها. جيتنا لمتنا والناس عرفتنا، نشطنا وهمتنا. طفولة فرحناها، شبيبة أسعدناها، والجهة حيرناها. يا المدينة فيك الخير، يا المدينة عليك الغير، يا المدينة فيك الخير، يا المدينة عليك الغير. يا تاريخ إدارتنا وقت الثورة شدوا سحير، في الكورونا تعبوا عملوا مليح. دارنا بقضيتها واقفة ما بتطير، دارنا بقضيتها واقفة ما بتطير. يا تاريخ إدارتنا وقت الثورة شدوا سحير، في الكورونا تعبوا عملوا مليح. دارنا بقضيتها واقفة ما بتطير، دارنا بقضيتها واقفة ما بتطير. ولادي ألمون، ولادي ألمون، ولادي ألمون، ولادي ألمون. بالنسبة لي أنا شخصيا تكويني كان تكوين مصائفي بحت من الأول. أي التكوين كان من تكوين عادي عام 1976. أيوة، وكان تكوين عادي مرورا بكل التربصات. من كنت طفل الساعة في المصائف، ثم بعد وفي النوادي، وبعد وليت ما دخلت التكوين في التمهيدي والتكويني والرسكلة والتعاهد والمكونين درجة أولى ودرجة ثانية والإدارة، ثم معناها الكتابي في الإدارة. ثم بعد خذيت مسؤولية في المكتب المحلي كمسؤول إطارات، ثم في إطار المصايف ديما عام 1982، ثم مسؤول النوادي، ثم كاتب عام محلي من عام 1985 إلى عام 1999. الفترة ذي نقولها معناها فترة كانت فترة ثرية جدا، خاصة أن مكتب محلي بسويقة اللي كنت نشرف عليه أنا ما قعدش مكتب محلي ينشط نشاط عادي كما يعرف المكاتب المحلية. كان
طورنا النشاط، خاصة أصبح المكتب المحلي كان يعتمد على نفسه في ماديات وفي إطارات وفي برامج وفي مصايف. ما كناش ياسر الحق نعتمدوا على الهيكل المشرف باش هو مثلا يعمل لنا المصائف ولا هو يعمل لنا الخارجية ولا باش يعني كنا نعتمدوا إلا في التكوين فقط على الهيكل المشرف، إنما في الأمور الأخرى كمصايف ورحلات وإلى آخره كنا نعتمدوا على أنفسنا وعلى الإطارات المتواجدة، لأنه بالنسبة لي شخصيا بدون إطارات ما نجمش نعمل حتى شيء. وبالطبيعة إنسان يحفظ التجربة بشوية، وعملنا سمعة في المؤسسات وسمعة في مختلف معناها الأماكن، حتى أصبح باب سويقة عنده الاسم نتاعو وعنده السمعة نتاعو، وبالتالي هذايا أثر. والمصايف كان عندها دور باش كونتني النشاط اللي عملوه يتماشى مع ميولات وتصورات الطفل توا نتاع الانترنت ونتاع الاورديناتور ونتاع البارابول ونتاع خاصة أنا تونس بلاد متفتحة وأنا شباب تونس متفتح، وطفل تونس أصبح طفلا متفتحا وحاجياته تختلف اختلاف كبير، ولابد باش نعدوا العدة ونحضروا له برامج تربوية هادفة وبرامج متقدمة حتى نلبيوا بها رغباته الجامحة، خاصة كان الطفل ديما يحب هل من مزيد. بارك الله فيك سي حمادي، مشكور برشا. وقبل ما نختموا في كلمة يعني ديما ندوروا نرجعوا لقلب الرحى اللي هي منظمتنا العزيزة علينا، يعني في الاخر سي حمادي شو تقول؟ المصائف منظمتنا واحنا ننتميوا لها. شكرا سي حمادي. سمعنا اللي انت فنان معناتها تحب الموسيقى وعندك هكا طلعات موسيقية وعندك اناشيد قدم، شنو هي الحكاية تو باش تفسرها لنا؟ فنان لا، انا انسان نشز زينة، حاطه زينة ولا زينة في البيرو. انا انسان لو كان نعزف النشز لست فنانا، انما مستمعا استطيع ان استمع اليك ولا تعزف، فهمت؟ في الاناشيد زاد ربما السن ما عادش يسمح باش نجم نكون اناشيد، كونت قبل، انما تو الوقت الحاضر ناسي شويه برشا حاجات، وحبذا لو كان نسمع انا شويه عزف من عندكم انتم ونقول لكم انا يعني عندي الاذن برك، ما عنديش اليد ما عنديش الصوت. سي حمادي يعطيك الصحة، مداعبة لطيفة منك، لكن سأصر عليك لأنك تلميذ نجيب سيد أحمد القلعي وغيره باش نعملوا سقالة نتاع رست وكا هو اللي